يا رجالة صباح الخير. احنا عايزين نقول حاجة يا جدعان. كفاية مدير كورة. كفاية شغلانة مدير الكورة دي. كفاية شغلانة مدير الكورة بتعطل يعني المسمى الوظيفي حتى بتاعها مش مناسب ولا للتايتل ولا مناسب لإدارة الجهاز ولا مناسب للنظام. بيعمل ايه مدير الكورة؟ بيحافظ على النظام، بيحافظ على بيطبق اللائحة على اللعيبة، عشان طبعا احنا اللعيبة بتوعنا شوية هواة وما عندهمش الحد الأدنى من المسؤولية والاحتراف. محتاجين واحد فوق دماغهم، واحد فوق راسهم. لا انت مخصوم منك كذا، لا انت بتتأخر عن التمرين، لا انت مش عارف ايه، لا حلاقة شعرك، لا بوست الميديا. وكأن اللعيبة دول عايزين أخصائي اجتماعي يفضل رايح جاي يوجه فيهم. عايز اقول ان من سوء النظام ان النظام يكون مبالغ فيه. ده من سوء النظام. انت لما تحط لي واحد مدير كورة ده يخلي اللعيب يعمل ايه يعني؟ ممكن يبقى إداري، ممكن يبقى فيه إداري في النادي، ممكن يبقى فيه إداري في الفريق يطبق اللائحة، مش مشكلة. يطبق اللائحة بسيط، لكن ما يبقاش اسمه مدير. أصل مدير الكورة في الفرق المصرية ده معلش ولا هو فوتبول دايركتور ولا هو سبورتس دايركتور ولا هو يمس الصلاحيات ولا يمس المسؤولية بتاعت الوظيفتين دول، ولا بالطول ولا بالعرض، ولا يمسهم بأي نوع من الأنواع. ولا فوتبول دايركتور ولا سبورتس دايركتور، سواء يعني كل مديرين الكوره مع احترامي لاي حد، سواء سيد عبد الحفيظ سواء امير مرتضى. تمام. ولا ده بيعمل وظيفه الفوتبول دايركتور سبورتس دايركتور، ولا ده كمان مش شايف حد فيهم بيعمل كده. انا شايفهم هم حلقه وصل بين مجلس الاداره والفريق بتاع الكوره. مجلس الاداره عايز كده، يا مجالس الادارات فوقكم من الطريقه دي. مش عايز لك انت ايد يعني تبقى مع المدرب وخلاص. مش عايز انت المدرب يبقى الابر هاند لحاجات انت في دماغك وحسابات، ويبقى ليك عندك برضو طريقة بتدخل بيها في القرارات وتطبق النظام، ويبقى انت ليك ايد على اللعيبة زيك زي مع المدرب. النظام بتاع الفرقة واضح. كل الفرق الكبيرة اللي بنشوفها نظامها واضح. المدير الفني هو رقم واحد ومفيش رقم اتنين خلاص. في مساعدين، في ناس بتساعده، في ناس بتجهز. السبورتس دايركتور فوتبول دايركتور وظيفتهم غير الكلام اللي بيعمله سيد عبد الحفيظ ده خالص، هو امير مرتضى. انا شفت قبل كده في تقرير من التقارير اللي بقراها في الجرايد الانجليزيه. انا شفت تقرير بيتكلم، كان في حاجه حصلت في كاس العالم الانديه او في نهائي تشامبيونز ليج بتاع افريقيا، وكانت الجرايد بتتكلم عنها وكانت بتعرف سيد عبد الحفيظ ده ان هو سيستم مانجر. ده الراجل اللي بيحافظ على النظام في الفريق. تمام. ما سموهوش مدير كوره، ما سموهوش فوتبول مانجر، ما سموهوش فوتبول او سبورتس دايركتور، ما سموهوش الكلام ده كله. سيستم مانجر. هل اللعيبه في الفريق الاول في كل الانديه محتاج سيستم مانجر؟ هل المدير الفني ما يقدرش يطبق السيستم على اللعيبه؟ هل اللعيبه مش قادره اصلا تستجيب لسيستم بسيط وواضح فيه شويه تعليمات لشغلهم يجوا يعملوها كل يوم وبحضورهم وفي انصرافهم وفي التزامهم وفي تعاملهم مع زمايلهم ومع المدرب ومع الفريق؟ هل سيد عبد الحفيظ او امير او اي حد مدير كوره في مصر ليه علاقة بالإنشاءات الرياضية اللي في النادي؟ بيعمل فيها حاجة؟ بيشرف فيها حاجة؟ بيحط فيها مايل ستونز؟ بيحط فيها تارجت عايز يوصل لها أو يعملها؟ تمام. هل بيتدخل في تدريبات تعيين المدربين؟ هل بيتدخل في التنسيق بين مدربين الفرق العمرية كلها في النادي؟ هل بيعمل أي حاجة من الحاجات دي؟ ما بيعملش أي حاجة من الحاجات دي. ما بيعملش أي حاجة من الحاجات دي. بيعمل إيه؟ يطبق النظام. سيستم مانجر. تاني بأكد وبقول أنا رأيي في القصة دي إن المبالغة في النظام ده من سوء النظام. أنت مش محتاج واحد مدير للكورة في الفرقة يقعد يوجه اللعيبة أو يقعد يتأكد إن اللعيبة بتحافظ على النظام، أو وتسبب مشاكل أكتر. يبتدي اللعيب بعد شوية حاسس إن هو كونفيوزد، مش عارف الراجل ده واقف له فوق دماغه. إحساس مش حلو. دي لعيبة برضه بتلعب كورة، إحنا مش بنلعب لعبة أو بنشتغل شغلانة يعني. احنا بنشتغل شغلانه فيها انترتينمنت. اللعيبه دول لما يحس ان حد
واقف له على دماغه او فيها مسألة فيها كونفليكتس كتير، بتضايق وبيبقى فيها ازعاج. انا عايز اتعامل مع المدير الفني عايز يتعامل مع اللعيبة بس. ليها كمان مؤهلات وليها حاجات، ولا شفنا سيد عملها ولا شفنا امير عملها. معلش انا بتكلم عن الاتنين دول لان هم اكبر انديه في مصر. ولا شفنا سيد عملها اتأهل لها ولا شفنا امير اتأهل لها. طبعا هو مش محتاج يتأهل لها لان هو مش بيعمل ولا فوتبول دايركتور ولا سبورتس دايركتور، فبالتالي هو مش محتاج يتأهل لها. هو واحد معاه لائحة بيحاول يطبقها، فدي سهلة مش محتاجة تأهيل. تمام بس خلاص نسميه بقى زي ما المقال سماه الريبورت اللي انا كنت بقراه سيستم مانجر. هي دي حقيقته فعلا، مش بتقلل منه. انما الحاجة تتقال على اسمه، يعني التايتل يتقال على الوظيفة زي ما هي، ده من النظام. انما واحد بيعمل وظيفة اسميها حاجة تانية، ده ضد النظام، ده شيء مش من النظام خالص. فكونا من مدير الكورة ده يا جدعان، وخلي المديرين الفني يشتغلوا بشكل اكبر